هنعمل مع بعض ان شاء الله طواجن المكرونة الاقتصادية، وبإذن الله هتعجبكم. هقولكوا على البدايل بتاعتها كمان. حطيت كده مية تغلي على النار الاول عشان اسلق فيها المكرونة بتاعتي. اول حاجة انا بحب نوع المكرونة ده قوي مع المكرونة المصلصة او الطواجن، بتبقى حلوة جدا قوي مع المكرونات اللي هي الطواجن او المصلصة. هي بتبقى نوعها قلم بس بتبقى رفيعة شوية كده زي ما انتوا شايفين، مش القلم اللي هي التانية. تمام. وبعد كده بحط شوية الملح العادي وشوية الزيت وبسيب مكرونتي تتسلق. بعمل تركة حلوة كده مع الطماطم، بسيبها كده بسلقها على النار بتاع 10 دقايق او 5 دقايق. بعد كده ابدأ اضربها في الخلاط، بتفرق قوي في طعم المكرونات يا جماعة. او اي نوع اكل هتعملوا فيه طماطم اعملوه بالطريقة دي. تسلقيها وبعد كده بتشيلي القشرة بتاعتها وتضربيها في الخلاط، بتبقى جميلة قوي، بتفرق في الطعم، ما بتاخدش وقت وانت بتسبكيها، وما بتهدرش كمان معاكي الطماطم. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. وبعد كده بصوا طلعت بقى القشر كده خلاص، ما بصفهاش ولا اي حاجة ولا بحط عليها مية وانا بضربها. تمام كده. هنعمل الصلصة بقى بتاعت المكرونة بتاعتنا. انا بحط فصين من الثوم على النار، وابدأ ان انا اعمل المكرونة بتاعتي. دي تسبيكة المكرونة او الطواجن اللي انا بعملها، وما بشوحش الثوم بتاعي او يدوبك بسيبه يدبل بس كده على النار، وابدأ احط عليه الصلصة بتاعتي او الطماطم اللي انا ضربها. اولا بتدي حمران، الطريقة اللي انا قلتلكوا عليها بتاعة الطماطم بتدي حمران للمكرونة، كمان بتحمرها غير انها بتفرق في الطعم. وحطيت مكعب دجاج وشوية فلفل اسمر وبهارات وشوية الملح بتوعي، ما بتكملش 5 دقايق على النار. سلقت بقى المكرونة بتاعتي وغسلتها بمية طبعا علشان خاطر انزل النشا بتاعها، ويدوبك هتسيبيها بتاع دقيقتين 3 مع الصلصة كده على النار يشربوا من بعض. وبعد كده هنبدأ نحطها في الطواجن بتاعتنا. انا مسميها دي طواجن الغلابة، او انتي تقدري تغيري فيها زي ما انت عايزة. ممكن تعملي الفراخ بتاعتك وتقدري تحطيها على وشها مكعبات من الفراخ وتشوحيها وتحطيها على الوش، او لحمة او سجق او اي حاجة بتنفع. اللي حطالك بس انا عاملاها ببيض مسلوق، انت تقدري تغيري فيها وتعمليها بلحمة او فراخ او سجق او باي طريقة انت تحبيها. الله اعظم والعزة بالله، الاذان بيأذن. احلى طواجن مكرونه ممكن تعمليها، وكمان في ناس بتضيف عليها، انا بعملها بالطريقه دي وهجربها معاكم مره ان شاء الله. بحط عليها عدس بجبة، بتفرق يا جماعة في الطعم وبتبقى تحفة جدا. لو عجبكم الفيديو بقى لايك واشتراك، وما تنسونيش في الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصل لكم مني كل جديد.